طب دلوقتي في واحد عدى ب 560 قطعه اثريه هربهم من المطار وطلع بيهم بره مصر. واحنا الحقيقه الواحد بيشوف يعني الواحد حتى يعني انا الراجل بياخد مني كل مره الولاعه في مطار القاهره، المطار الوحيد في الكوكب يعني بياخد الولاعه لكن بيعدي الاثار يعني. فهنا لازم نقف وقفه، هنا لازم نقف وقفه، لان الراجل الصراحه عمره ما جلى، يعني عمره ما فوت معاه ولاعه. الصلاه على النبي ما فيش، كل سنه سفريتين ثلاثه كل مره ولاعه ما بيفوتش ولا واحد فيهم. يبقى كده واضح ان المشكله في ان هو ما بيبقاش عارف يتعامل ازاي مع الاثار اما بيشوف الاثار. طب انا دلوقتي كده موظف جمرك، دلوقتي يعني موظف سوري في البتاعه بتاع اللي قاعد على السير بتاع الامن في مطار القاهره. قدامي دلوقتي قطعه اثريه، هتعامل معاها ازاي؟ امسكها ازاي واتحرك بيها؟ امسكها كده اهو، كده بالظبط والله العظيم تمسك كده اهو، وبعدين ضد الجاذبيه، لان الحته اللي احنا نزلنا فيها دي كوكب الارض دي الجاذبيه فيها لتحت، فانت بتطلع بايدك لفوق ضد الجاذبيه كده اهو خلاص. وبعدين بتتحرك حركه افقيه لحد ما بتلاقي واحد ظابط، خلاص ما تسيبهاش هتقع على الارض تتفشفش لان هي حاجه قديمه. هو يمسكها برده بايده، وبعد ما يمسكها هو تماما بتشيل انت ايدك كده، انت سلمت القطعه الاثريه بتاعتك. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ ان هو واضح ان هو مش عارف يعمل الحته دي. الراجل عدى 560 قطعه، فواضح ان هو الراجل شافهم بس ما قدرش يمسك الحاجه ازاي. فانا بقول لك لازم كده اهو تطلع بايدك لفوق عكس الجاذبيه افقي، هو يمسك هو كمان 4 ايادي ماسكين، تسيب وتتحرك ترجع تاني تمسك لحد ال 560 قطعه. طب انت دلوقتي واحد بقى مهرب عايز تهرب ازاي؟ طب قبل الحته دي كمان، طب انت دلوقتي ضابط جمرك قدامك واحد معاه ولاعه وواحد معاه قطعه اثريه، هتمسك مين فيهم الاول؟ امسك بتاع القطعه الاثريه. هقول لك ليه. انا عارف اهتمامك بالولاعه، لان في واحد وسخ ممكن يبقى مخبي جوه الاثار ولاعات. العالم ولاد كلب، العالم دي ما عندهمش لا ذمه ولا ضمير، ما عندهمش ولا ذمه ولا ضمير. طيب انت بقى دلوقتي واحد عايز يهرب ازاي؟ ادخل معاك ازازه ميه وتديها له كده وانت حزين، انت لازم تاخدها. هنا لحظه حزنك دي هي دي الانتصار بتاع موظف السير اللي في مطار القاهره. وبعدين تطلع له ولعتين 3 وانت قرفان وبتاع، فالراجل هيحس بكده هتعدي ال 560 قطعه زي ما الواد عدى ال 560 قطعه، بس ده غالبا كان معاه واد زمزم عشان كده ربنا يبارك له وعدى. ف الموضوع يا جماعه مش عايزين بقى حد يقول لي نتكلم بجد، ما فيش جد في الموضوع. انا بقول لك ده هو الجد، هو الجد صدقني، هو ده الجد كده اهو افقي تسلم وترجع. اللهم بلغت.